يلا بينا نحول البيضه دي لكتكوت وهتشوفوا النتيجه في الاخر. يلا بينا. اول حاجه هنحتاج كرتونه ولمبه حمراء وبتاعه ميه عشان الرطوبه وبيض. طبعا اول حاجه بتاخد البيضه وترقمها عشان تعرف هي تفقس امتى. طبعا الموضوع محتاج دراسه، انك تتفرج على فيديوهات كتير قوي عشان تقدر تخلي البيضه دي تفقس عندك. يلا بينا نجرب ونشوف الموضوع هيوصل لايه. طبعا اول ما رقمت البيضه حطيتها في وسط اخواتها عشان اوريكم التجربه هتنجح ولا لا. اهم حاجه الترمومتر عشان ظبط الحراره تكون ما بين 37 او 38، ونغطي الكرتونه بقى كويس ونستنى بالظبط 3 ايام ونجيش جنب البيض خالص، وبعد ال3 ايام بقى نبص عليهم ونقلبهم كويس. والتقليب ده مهم جدا عشان تحس ان البيضه تحت امها، عشان الفرخه سبحان الله لوحدها بتقلب البيض. لحظه بقى الكشف عن البيض اللي انا مستنيها بفارغ الصبر. ايه ده؟ ثانية واحدة كده، دي فيها عروق حمراء، يبقى كده الموضوع نجح، يبقى كده انا منتظر كتكوت. وهنا بقى اجمد لحظة في حياتي، لقيت الكتكوت من جوه بيتحرك جوه البيضة. هنجيب مية وخل ونرش البيض كل يوم عشان سهولة الفأس، عشان القشرة تبقى خفيفة على الكتكوت.